مساء الخير. انا عارفه ان انا ما جيتلكوش امبارح، حكيت لكم حدوته التلات. ليه؟ لان انا كان عندي حوارات يوم الاثنين، كمالتها كانت النهارده. فقلت انا هاجي لكم زي الخازوق في النص كده، اقلقكم عليا على الفاضي. لا، انا اجي احكي لكم ايه الزنبليطه كلها لما تتفضل، المولد لما يتقصر. انا كنت في مولد اقسم بالله. بصي يا سيدي، انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا كنت تعبت في الساحل، فانا بدردش مع صديقتي الطبيبه، قالت لي لا بصي، احنا عشان نطمن لو سمحتي روحي لدكتور مخ واعصاب. ليه يا ستي الكل؟ ما تكبريش الموضوع. إيه؟ قالت لي لا معلش نطمن برضو، عشان ايه اللي حصل ده مش لطيف. ده طب ماشي، سمعت الكلام، خدت بعض يوم الاثنين طلعت على دكتور المخ والاعصاب. هاي سيدي مساء الفل، بصي سيدي حصل 1 2 3 4 5 6، ايه الاخبار؟ قال لك لا طب اطلعي لي كده سير نكشف. دق لي على ركبي كده وزق ايديا وهخبط على مش عارف ايه. قال لي بصي انتي بالكشف ايه زي الفل، بس معلش اللي حصل ده يخلينا عايزين نطمن على كهرباء المخ. قلت له انت بتقول كهرباء؟ لا استنى بقى عليا، استنى يا اخوي، ما دام كهرباء ده احنا ندي البلد عشان الكهرباء ما يبقاش فيه تخفيف احمال تاني، ومش بعيد نصدر كمان، انا ما عنديش مشكله، بس احسب لي الكيلو وات كده عشان اعرف اقايض مع الدكتور مصطفى شويه. ليه لا ده انت جايه تهزري بقى. خدي يا ستي كوي، كتب لي كده هتعملي لي رسم مخ، وهتعملي لي رنين مغناطيسي على المخ وعلى اورده المخ. اوكي؟ قلت له انت شايف ان الموضوع مستاهل نطمن؟ قلت له ماشي يا اخويا نطمن، ما نطمنش ليه؟ خدت بعضي وقلت يا بتش هتعملي ازاي الرنين ده الرنين ده صداع ابن 60 في 70، ما بديهاش بقى. تكلمي البت بتش، كلمت البتش بتش، قلت لها يا بتش في مامي هتعمل كذا كذا كذا، وانا قلقانه احسن ايه ادوخ بعد ما اعمله. قالت لي طب انا جايه لك. حبيبتي طلعت من الشغل عليا في المستشفى، حجزنا الدور ودخلنا، واجرك الله بقى، اجرك الله، ربنا لا يكتبه على حد. وبعيدا عن الهزار، نص ساعة بيعملوا رنين على المخ ورنين على أوردة المخ. طلعت بقى مش دايخة، لا حاسة إن في دقدقة جوه دماغي، دقدقة. ندهت البت وقلت لها يا بت ساعة امك تلبس يا بت عشان مامي مش قادرة. قالت لي طب بصي أنا هروق عليكي وأعزمك على العشاء. قلت لها يا أخويا الدلع اللي هو دي حلاوة السترونج اندبندنت وومن لما تدلع أمها بقى. راحت عازماني على العشاء عزومه لذيذه خالص، وخدنا بعضينا وروحنا على البيت، وانا دخلت على السرير فاهمين طب كده على وشي. صحيت التلات، قلت يا ترى اجي اعمل لكم حواديت التلات؟ قلت لا هقلقكم على الفاضي، لا انا استنى ان شاء الله لما نخلص الليله دي ونعرف فيه ايه اجي احكي لكم. فصحيت امبارح يوم مقريف كده، كنت مقريفه والله كنت مقريفه ومنكده ومودي مش احلى حاجه في الدنيا. بس في النص حصلت حاجه لذيذه قوي، استنوا ما افرجكم. ترى عارفه انها كانت عندي، عارفه، بس اللي كانت عندي بقى كانت مطليه فضه، وانا مش بتاعت مطلي فضه. ليه بقى حضرتك؟ انا بحط بقى سان بلوك وبنام بيها وبستحمى بيها وبرش بارفان عليها، فقال لك لا المطلي ما يستحملش، فباظت. فقلت كلمت الراجل بقى اللي انا بجيب منه الحاجات دي، قلت بقول لك ايه انا عايزاها فضه. قال لي عيني يا غاليه، بعتها لي فضه. جبتها فضه. خلص الثلاثه على كده؟ لا ما خلصش. كلمت المدرب قلت له تعالى مرني النهارده عشان انا عندي كميه طاقه سلبيه محتاجه تطلع. فجه اداني تمرينه بقى جنرال، فاهمين اللي هو كل عضل جسمي بيوجعني. قلت له حلو قوي عشان انام مخموده، عشان عندي بكره الصبح رسم مخ. ما انا نسيت اقول لكم، اما جيت اعمل رسم المخ يوم الرنين قال لك لا في اشتراطات لرسم المخ لازم تعمليها. ايه يا سيدي الاشتراطات؟ قال لك لازم تبقي غاسله شعرك بالشامبو بس، مش حاطه له ولا حمام كريم ولا بلسم ولا سيرم ولا اي حاجه في الوجود، وتجيلنا بيه مغسول فله كده. فخلصت التمرين امبارح ورحت داخله بقى، فرجت فروه راسي ولميت شعري في الفوطه مايكرو فايبر ودخلت على السرير نمت. ليه نمت بقى؟ لاني متنكده، لانه قال لك لازم تبقي صايمه عن الشاي والقهوه، وانا تقول لي تمنعي القهوه والكابتشينو بتاع الصبح، ازعل قوي 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 قوي. طبعا صاحيه الصبح جزه على سنيق، عايزه اشرب قهوتي بتاعت الصبح. فحجزت اول ميعاد الساعه 9 الصبح وطلعت على المستشفى، وما طولش عليكم وقول يا بنتي يا مولي طويله ده انت حبيبتنا. دخلت عملت رسم المخ، وبرده ربنا ما يكتبه على حد، ورحت واخده بقى كل الحاجات وداخله على الدكتور. اتفضل يا سيدي قول لي بقى انا عندي ايه. قال لي ده انت فل، اللهم صل على النبي، ده انت مخك يوزن بلد. ايوه يعني انا حضرتك دلوقتي كل الهلك اللي انا عملته ده ومخي يوزن بلد؟ اهلا وسهلا اهلا. ايه اللي حصل؟ اداني بقى التفسير العلمي، وده كان تفسير اصدقائي الاطباء برضو. قالوا لي بصي يا ست كل، انت جسمك حرن عليكي. ليه بقى؟ عشان انت محملاه ضغوطات ما بتتفشيش، على طول جزع على اسنانك، وبالذات السوشيال ميديا معصباكي. فانا قررت اقضي الفتره الجايه هنهلس اوكي، واللي نلاقيه بيضايقنا نعمل له بلوك على طول كده، ما ناخدش وندي بقى. الجزم دول ما ناخدش وندي معاهم، مخي ده مش هبوظه عشانه. قال لي لازم تغيري اللايف ستايل بتاعك، وهو كده جسمك كان بيديكي انذار، ودي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه ان جسمك بيديكي انذار. هو شد الفيشه من نفسه، ريحي من الضغوط شويه عشان تشحني. فاحنا قررنا نغير اللايف ستايل بتاعنا ونعيش في سلام ووئام. ده كان سبب ان انا ما رضيتش اديلكم امبارح، عشان الم لكم كل الليله دي واطمنكم ان انا بخير، بس مش هعرف اصدر كهرباء للبلد. يا خساره فلت مني دكتور مصطفى.
يلا الحمد لله. ونلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم كل 2 3 4 وانتم بالف خير حبايب قلب مول.